السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في اتجاه صيب الهدف الاول الجزائري في الحقيقه يجدد عليه انه يضيع كرات لكن كل مره يخادع في الخلف كل اللاعبين الروس في منطقتهم. ياسين ابراهيم يرفعها الى جول 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 جول. يا اسام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا اسام. قلت لك باننا نشم في رائحه الهدف. الجزائريون يعودون يعدلون ويفرحون. يا له بالهدف يا اسلام يا اسلام يا اسلام. هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. الله أكبر. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. جول. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه الجزائر التي تنتصر، هذه الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه الجزائر التي تنتفض أبنائها من أجل بنائها، الجزائر التي تبكي أولادها، التي يبكي أولادها من أجلها، ويمارس لاعبوها الكرة بأرجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم وجوارحهم. الجبابرة فعلوها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تحيا الجزائر. الله أكبر الله أكبر. تحيا الجزائر. هذا هو الرياض اللي قلت عليه ما يعرفش يلعب الكرة في أصعب الظروف. يكتب التاريخ عناصر المنتخب الجزائري. نعم يكتبون التاريخ عناصر. أتمنى أن تكون أو يكون منتخب اليومي. بينما هذه كرة بونجاح يحاول يغير يسدد لكنها تصطدم بالدفاع. شباك الهدف الأول الهدف الأول والهدف الأول. بونجاح يسجل الهدف الأول. بونجاح يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الأول. تسديد الكل يتابع عن بعد. تصطدم بأحد المدافعين وتسجل الهدف الأول. هدف أول هدف أول للجزائر. بونجاح يتمكن من فك اللغز والنجاح ويتمكن من الوصول للشباك بكرة مخادعة في قدم المدافع رقم 6 الذي عوض كوليبالي ساني. مخادعة باكرة هي الكرة والإعادة بالعرض البطيء. بعد ذلك بونجاح والانطلاقة والتسديدة. القدم تدع مباشرة الكرة في شباك الحارس غوميز. ساقطة صعبة على الحارسة هي بلمسة من البديل المدافع ساني. لم يتمكن الحارس كان ينتظر والجميع ربما لم يكن